ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني من اخر فيديو. النهارده تحدي جديد، والحمام بتاعي كان متبهدل شويتين تلاتة، فعملت خلطة من غير كلور هتوفر عليا التعب والمجهود، تخلي السيراميك يلمع وقاعدة الحمام والحوض والبانيو. ازاي تستخدمي القطعة اللي انتوا شايفينها في ان انت تسلكي الحمام بكل سهولة وتنضفي الحوض بتاعك، واي مكان في الحمام مجمع ترسبات هتنضفيه زي ما انت شايفة، وهتلمعي كمان الحز اللي بين السيراميك. زي ما انتوا شايفين ده منظر الحمام بتاعي، بقالي مدة ما كنتش منضفاه، فقلت بقى لازم انضفه خطوة خطوة وكل جزء. اي مكان واي حاجة فيه شوية حاجات انت حطاهم زي البانيو عندي، ابتدي بقى اشيليهم عشان ننضف على رواقة كده. وده تقريبا منظر الحمام قبل ما ابتدي في التنظيف. وهنعمل خلطة من غير كلور ومن غير اي روائح تضايقنا ولا تتعب ايدينا. حطيت كوباية خل كبيرة وحطيت في طبق زي ما انتوا شايفين. ممكن نعمل الخلطة ديت في ازازة عادية جدا ونبتدي نصب منها، ومعلقة كربوناتو او بيكربونات الصوديوم هتعمل فوران. ممكن تحطي في الوقت دوت صابون سايل او تحطي عليها بريكس. انا حطيت بريكس بالليمون او كيس بريكس، اي بقى المتوفر عندك، حاجة ترغي وتلمع السيراميك وتوصل للاماكن اللي احنا مش شايفينها واللي مش عارفين ننضفها من غير كلور. كل اللي انا عملت الخلطة ديت، وخدت بالليفة بتاعتي اللي انا مخصصاها لتنظيف الحمام، وابتديت ان انا ادعك الحوض نفسه. دي كمية الخلطة اللي انا عملتها من غير مية، انا ما ضفتش اي مية عليها، انا عايزة الخل صرف كده. فردتها على الحوض وعلى الخلاط بتاع الحوض كمان اللي استلس، وسبتهم 5 دقايق وبعد كده شطفتهم. شوف الفرق الحوض قبل التنظيف وبعد الخلطة ديت هيبقى الفرق عامل ازاي. طبعا انا دعكت مرة واتنين وتلاتة وسبت الخلطة 5 دقايق مش اكتر من كده. الحمام بتاعك فيه هاموش، هتتخلصي من الهاموش بالخطوة ديت. الخل في الفتحات او في الصفايات زي بتاعة الحوض او بتاعة البانيو او الصفاية الرئيسية بتاعة الحمام، شوية خل فيهم هيمنع الهاموش، لان الهاموش ما بيحبش ريحة الخل. انا فتحت المية وابتديت ان انا انضف الحوض واشطفه كويس. طب لقيت الحوض في الوقت ده كان مسدود شوية وجمع كمية مية. لما المية زادت شوية لقيت ان الصفاية مسدودة. فالجزء ده موجود في اي ازاز شامبو شاور جيل ايا كان الموجود عندك، البامب اللي بنضغط عليه كده هيفيدك جدا ان انت تستخدميها كسلاكة او تسلكي بيها الحوض بتاعك. طبعا مش من اول مرة، هي بتبقى صعبة شوية لو في كمية اكتر. وممكن طبعا تشيلي الكوع من تحت وبتبتدي ان انت تصرفي المية وتنضفيه لو متجمع فيه شوية حاجات طبعا وترسبات وحاجات مش حلوة. فهنا انا فضلت ادخل في كل فتحة من فتحات الصفاية لغاية اما اتسلكت معايا وطلعت بقى اي حاجات زي ما انتوا شايفين، حاجات مش لطيفة كده. دي بتعمل هاموش وتعمل ريحة، بتخليك تملي طول الوقت ريحة الحمام مكمكم، مع انك بتقولي بفتح الشباك وبهوي وبنضف. لا، الصفايات دي اول ما بيتجمع فيها بواقي او اي حاجة بقى صابون، عزكم الله، شعر، اي حاجة بتعمل روايح مش حلوة. الصفاية ديت وصفاية البانيو والصفاية الرئيسية كمان لازم تتنضف من فترة للتانية. بعد طبعا لما سلكتها وابتديت المية تقل، طبعا غسلت الحوض تاني وسبت بقى المية تنزل لغاية اما اتأكدت ان هي خلاص اتسلكت ومبقتش مسدودة. طبعا دي خطوة حلوة جدا وانا ما بستغناش عنها، يعني انا على طول بغسلها وبعقمها. الجزء اللي انا بستخدمه في تصفية الحوض هو ده اللي انا بسلك بيه الحوض ده، على طول بعقمه وبغسله كويس جدا وبشيله على طول. في اي وقت احس ان الحوض مسدود ومش هشيل الكوع بقى واصفيه وانفضه واسلكه، لا بستخدم الجزء دوت الاسود اللي انتوا شايفينه. وانا بما ان انا شلت كل الاطباق واي حاجه وازايز الصابون السائل اللي كنت حطاها في البانيو عشان انضف البانيو كويس، فحطيت تقريبا ربع كوبايه او حبه كده من الخلطه، وابتديت بالمقشه، والمقشه بتاعتي ناعمه. النقطتين السود اللي انتوا شفتوهم من تجمع الميه، اي ميه بتقعد مده اكتر من اسبوع بتعمل علامات كده في السيراميك او البانيو. والمقشه اللي انا استخدمتها دي مقشه للحمام، ما بستخدمهاش في حاجه تانية الا لما بعقمها بشويه كلور صغيرين وميه. وانا فركت بالمقشه كويس وما استخدمتش مقشه خشنه عشان ما جرحش البانيو او اي حاجه انا بنضف. الحز بتاع البانيو طبعا مسكت فرشه الاسنان وقعدت استخدمتها في التنظيف. الحز اللي هو الجزء اللي فوق عند سور البانيو، لكن هنا كل دوت طبعا انا بنضفه بالخل وحط عليه كربوناته وشويه البريك. قد ما الفيديو خد 10 دقايق، لكن هو ما خدش مني تنظيف الحمام كامل اكتر من نص ساعه. يمكن الوقت الاكبر في ان انا بشيل الحاجات اللي هنضف مكانها، يعني شلت الحاجات من البانيو قبل ما نضفت البانيو نفسه، وبعد كده غسلت الاطباق ورجعتها تاني. البانيو عامل فرق طبعا. الخل بيعمل على ان هو بيدوب الدهون او اي ترسبات من الصابون او من التراب، بيدوبها وبينضفها لك وبيلمع السيراميك كمان. هنا الجزء دوت جنب البانيو،
فانا حطيت شويه من الخلطه، وده الجزء ده انا بحط عليه كرورات للميه، وبنفس المقشه برضو قعدت افركهم طبعا. لكن في الحز اللي بين السيراميك الفاتح والغامق انا عملته بفرشه اسنان قديمه عندي، يعني مسكت فرشه اسنان وابتديت ان انا انضف الحز ده كويس جدا. الفرق هنا في السيراميك برضو كان لونه غامق، لكن نضفته بفرشه الاسنان. ويمكن ما صورتش الجزء ده، هوريكم الجزء التاني من السيراميك ده اللي صورته. التنظيف بالخل بيفرق، يعني بعد ما تخلصي تنظيف وتجففي كده الأرضية وتفتحي الشباك، ريحة الحمام بتفرق عن الكلور. يعني بجد بيقعد يوم واتنين ريحة الحمام حلوة جدا. هنا انا بعد كده شطفت طبعا بالمية عادي جدا، نزلت كل بقى الخلطة اللي انتوا شايفينها، وزي ما انتوا شفتوا اللون البني اللي كان نازل من التراب ومن الاصفرار اللي على السيراميك نزل كله. وهنا انا بنضف الخلاط بتاع البانيو، فهو طويل طبعا لغايه فوق، انا هوريهولكوا لغايه فوق. لكن انا جبت الاسبونشه بتاعتي اللي هي الخشنه شويه، وانا مخصصاها لتنظيف الحوض والبانيو، وحطيتها من الخلطة وابتديت ان انا ادعك الخلاط. تعالوا بقى نشوف قبل ما نحط الخل على الخلاط كان عامل ازاي، يعني كان مطفي وكان كأن عليه كمية تراب كبير. وتعالوا نشوف بقى بعد ما حطينا الخل بالاسبونشة بس وفركناه كويس جدا، وبعد ما نشطفه كمان الخلاط ريحته كانت حلوة، وكان كمان نضيف وبيلمع كأنك حطيتيه بحاجات غالية. يعني انت ما استخدمتيش خل، لا انت استخدمتي منتج غالي جدا. الفتحات بتاعت الدش بتاعي او الخلاط بتاع البانيو اما بحس ان هي مسدودة بحط في كيس نص كوباية خل، ما بزودش عن نص كوباية خل، وبحط السماعة جويها عشان الفتحات تفتح من اي ترسبات وتقدر المية ان هي تخرج لنا بسهولة. طبعا اذا كان ولادي بيستخدموه وتجمع عليه كمية ترسبات كتير. بعد ما خلصت وشطفته كويس، هنا انا ما جففتوش، انا كنت فاتحه الشباك، فالشباك كده بيدخل هوا حلو فهينشفه معايا على طول. فاضل حبه صغيرين في الطبق لسه، ففي فرشه سنان انا مخصصاها للتنظيف في الحمام، ما بستخدمهاش في حاجه تانية، ودي اللي بستخدمها في تنظيف الفروقات بتاعه البانيو وبتاعه الحوض، ولو سيراميك في الارضيه كمان بعملها بنفس المنظر كده. والفرشه ديت الشعر بتاعها ناعم مش خشن، فانا ببتدي افرك بيها اما بحس ان هو لونه غامق، بفرك بيها الفروقات دي كلها. بعد كده بشطفها بعد ما خلصت البانيو برجع في الاطباق، بس بغسلها كلها طبعا. دي عندي الصفايه او البلاعه الرئيسيه في الحمام، فلازم كان منظرها طبعا متجمع عليها ترسبات صابون وشامبو وشويه تراب. قبل التنظيف كان منظرها عامل ازاي؟ طبعا البلاعه ديت انا بشيل لو في اي شعر بلبس كيس زي كانه جوانتي كده في ايدي، واي شعر ده بيعمل هاموش وبيعمل كمان ناموس ويعمل ريحه مش حلوه في البلاعه، فننضفها اول باول. انا حاطه طبعا الغطا بتاعها، اوقات كنت بشيل الغطا فالصفايه بتتشال واقدر ان انا انضفها بسهوله. غير كمان نضفت قاعده الحمام بنفس الخلطه، ولكن بفرشه مخصوصه ليها من غير ما استخدم فرشه المقشه اللي انا بنضف فيها بقيه الحمام. زي ما انتوا شايفين السيراميك والاستانلس نضف ازاي وبقى يلمع، والكرورات طلعتها باين الجزء بتاعها اللي فوق. هنا حطيت تاني يجي نص كوباية خل وحطيت عليهم معلقة كربوناتو، وزي ما انتوا شايفين الفوران، وحطيت صابون سائل، صابون سائل عادي جدا بمية، بس ما كترتش المية، يعني نص كوباية او ربع كوباية الخل حطيت عليهم تقريبا كوباية. وبعد كده جبت الفرشة ديت او قطعة القماش ديت، الجزء ده مخصوص لموب بنضف بيها السيراميك بتاع المطبخ وبتاع الحمام، الجزء اللي فوق اللي انا ما بطولهوش. وما ينفعش احط طبعا كرسي او سلم او اي حاجه في الحمام، فانا استخدمتها كده ان انا طول الجزء اللي فوق اللي قريب للسقف وعند السخان، ولفيت بيها بقى الحمام كله. وكل ما احس ان هي اتوسخت او اتملت تراب باخدها تاني بشطفها الاول بالميه، وبعد كده بنزلها في الدورق اللي فيه الخلطه نفسها واعصرها، واطلع طبعا امسح بيها الجزء ده كله. اي بقى تراب، اي ترسبات، اي بقى حاجه من الميه الدافيه، تراب دخل من الشباك، كل ده هينضف معاكي، والسيراميك هيلمع كمان على طول من غير ما نفرك او من غير ما ندعك بقى جامد ونستخدم مقشه مثلا اعزكم الله وندلدق ميه كتير. وانا عندي جزء الحيطه ديت في الحمام في طبعا البواط اللي هو الرئيسي بتاع الكهرباء، فهو متغطي، بس انا ما بحبش انضف او اجيب ميه في المكان ده لان ده خطر. وفي فيشه كمان متوصله السلك اللي انتوا شفتوه، فانا ببعد عنه خالص. حتى كمان السخان بحاول على قد ما اقدر ان انا ما اجيبش ميه. هنا كانت الموب كانت اتوسخت فكان لازم انزلها واشطفها كويس، وبعد كده احطها في الدورق تاني بالخلطة واطلع اكمل اللي انا عملته. طبعا ده السيراميك الجزء اللي فوق، الجزء اللي تحت عملته بنفس الطريقة. اخر جزء بقى كان موجود في الدورق حطيته في الارضية وفركته كويس على السيراميك وبالمقشة برضو.
واي بقى سيراميك انا طايلاه بالمقشه العاديه فركته كويس جدا. جبت فوطه وجففت السيراميك كامل بعد طبعا ما حطيت ميه، وكل بقى الرغوه والخل ده نزلته على البلاعه الرئيسيه عزكم الله. بما ان احنا في الصيف وبنستخدم الحمام كتير فهيبقى فيه ميه كتير وترسبات كتير، فكل اسبوع انا بعمل روتين تنظيف الحمام مره في الاسبوع. على قد ما اقدر بحاول اجففه كل ما ادخل مره في اليوم. ولو وصلت لغايه هنا اعملي لايك للفيديو واشتراك في القناه وتعليق حلو زيك، واشوفكم ان شاء الله في روتين جديد وتحدي جديد باذن الله.